السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى كلشي يكون في صحه جيده. اليوم ان شاء الله رجعنا لكم فيديو جديد في قناه اسطرة عبدو. اليوم ان شاء الله نتكلموا على افضل 10 انواع الدجاجه البياض. فهاد اللي اللي نعطيكم الاخوان هي الطوب ديال 10 افضل سلالات الدجاجه البياض. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لايك وكومنتير ومتابعه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. نبداو الاخوان على بركه الله بالنوع الاول. النوع الاول هو الايزا براون او الايزا البنيه. هو واحد النوع غزير الانتاج في البيض، يمكن تسميه ماكينة إنتاج البيض. هو اللي تيعطينا داك البيض البني اللي تيتواجد عند مول الحانوت، البيض الرومي كيف ما كنسميه. هو واحد النوع هجين، ماشي سلالة معينة. هو هجين ديال واحد الأنواع ديال السلالات معينة، وهي الأصل ديالها فين قاموا بالتهجين ديالها في فرنسا، والهدف من التهجين ديالها الإنتاج ديال البيض. هي دجاجة بياضة، الوزن ديال الديك كيوصل حتى ل 3 كيلو، أما الوزن ديال الأنثى ما كيتعداش 2 كيلو ونص. المناخ اللي يمكن تعيش فيه هاد الدجاجة، كتعيش في أي مناخ سواء بارد سواء سخون. الإنتاجية السنوية ديال البيض كتراوح ما بين 300 بيضة و 420 بيضة. حجم البيضة متوسط. سي الإنتاج تقريبا في عمر 4 أشهر. الشخصية ديالها هي ظريفة سهلة التربية. الأسترالوب ثنائي الغرض، كنستافدو منه من البيض واللحم. وهاد الدجاج تم التهجين ديالو في أستراليا، على داكشي خدا الاسم ديال الأسترالوب. هو سهل التربية، ولكن من الأفضل فاش يكون كتكوت حتى لعمر 6 أشهر. من الأفضل أنك تربيه بعيد عن السلالات الأخرى، يعني حتى لعمر 6 أشهر عاد تقدر تربيه مع أي سلالة أخرى. حيتاش لا ربيتي صغير مع الدجاج ما كيتأقلمش مع الدجاج الآخر، يقدر يمرض مع ضعف المناعة ديالو وهو مازال باقي صغير. هذا هو العيب ديالو. دجاج الاسترالوب تينتج ما بين 250 بيضة حتى ل 300 بيضة سنويا، والبيضة كتكون متوسطة الحجم حتى لكبيرة الحجم. لو البيضة كريمي، وزن الديك كيوصل ما بين 4 كيلو ونص حتى ل 5 كيلو، اما الدجاجة ما كتعداش 3 كيلو ونص. اما لون الاسترالوب كاينين 4 ديال الانواع: الاسترالوب الابيض، والاسترالوب الاسود، والاسترالوب الازرق او الرصاصي. سبلاش يكون أبيض ومخطط بالأسود. بالنسبة للعمر اللي كيعيش فيه ما بين 6 سنوات و10 سنوات. النجمة السوداء أو البلاك ستار، وهي سلالة أمريكية ثنائية الغرض كذلك. تنقدروا نستافدوا منها من البيض واللحم. تم الحصول على هذه السلالة عن طريق تهجين ديك الرود آيلاند مع دجاجة البلايموتروك. مواصفات الخارجية ديال هاد السلالة: الديك عنده ريش باللون الصخور تقريبا كيميل سلالة الدجاج البلايموتروك، ولكن الكولور تيكون باللون الأحمر. أما الدجاجة الريش ديالها كتكون مائلة للأسود مع ريش أحمر في الرقبة ديالها. وهاد الدجاجة بياضة بامتياز، واللون ديال البيضة تيكون بني. معدل الإنتاج سنويا تيكون ما بين 250 بيضة حتى ل 300 بيضة سنويا. الوزن الديك ديالها تيقدر يوصل 4 كيلو، أما الوزن ديال الأنثى ما كيتعداش من 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص. البلايموتروك، وهي سلالة أمريكية، وهي معروفة باللون ديالها المعروف، اللون الصخور الداكن، اللون الصخري الجميل. وهي سلالة ثنائية الغرض كذلك، وكتميز بمقاومة ديال البرد، وعندها واحد الطبع جميل جدا. فهي هادئة وأليفة، تقدر تربيها كحيوان أليفة. تقدر تربيها كحيوان أليف، جميلة جدا في التربية ديالها. الإنتاجية ديالها من البيض كتراوح ما بين 200 و 250 بيضة سنويا. لون البيضة بني، حجم كبير. العمر ديالها تقدر توصل ما بين 10 سنوات و 12 سنة. الرود ايلاند هي سلالة أمريكية، تم الحصول عليها من تهجين جوج الأنواع ديال الدجاج: دجاجة المالايا ودجاجة الليجون البني. وعطاتنا هاد السلالة ديال الرود اللي كتميز بإنتاجية ديال البيض واللحم. أيضا كتميز دجاجة الرود ايلاند بالريش الأحمر الداكن. الشخصية ديال هاد الدجاج غالبا كتكون عدوانية، يعني عدوانية في الطبع ديالها. الإنتاجية ديال البيض سنويا كتراوح ما بين 200 حتى 300 بيضة سنويا. اللون البيضة بني. الوزن ديال الديك 4 كيلو ونص، أما الأنثى ما كتعداش 3 كيلو ونص. العمر اللي كتعيش فيه ما بين 7 أو 8 سنوات. الواين دوت، وهي ثلاثية الغرض. ثلاثية الغرض الإخوان كنعني بها دجاجة بياضة ولحمة في نفس الوقت، وهي دجاجة الزينة. كتميز بإنتاجية ديال البيض والأوزان الخيالية في اللحوم.
وأيضا بالشكل ديالها الجميل. معدل إنتاجية البيض سنويا ما بين 200 حتى 230 بيضة سنويا. لون البيضة بني فاتح. العمر ديالها اللي كتقدر تعيش فيه ما بين 10 سنوات و12 سنة. ليجون كتعتبر هاد السلالة من أكثر السلالات في إنتاج البيض، وهي سلالة إيطالية الأصل. هي دجاجة بياضة بامتياز. إنتاج البيض تتوصل الإنتاجية السنوية ما بين 280 حتى 300 بيضة. وكاينين بزاف ديال الأنواع د الليجون، كاينين الليجون الأبيض والليجون البني. هادو هما اشهر انواع السلالات الليجون. كاينين 12 انواع ديال الليجون. بالنسبه للحم فهاد السلاله معروفه بالوزن ديالها الخفيف اللي ما كيتعداش الديك ديالها ما بين 2 كيلو ونص حتى ل2 كيلو 900 غرام. اما الانثى ما كتعداش 2 كيلو. سوسكس هي دجاجة أيضا ثنائية الغرض بياضة بامتياز. يتوفر على حجم كبير، يعني تقدر تستافد من الديك ديالو من اللحم والإناث من البيض. الإنتاجية ديالو سنويا متوسطة 250 بيضة. يتميز باللون الأبيض، والعنق ديالو كتكون فيه واحد التاج مخطط بالأسود. الفيومي يتميز هذا النوع من الدجاج بقوة المناعة ديالو مقارنة بالدجاج الآخر. وهي سلالة مصرية كتعيش في أغلب المناخات العربية. معدل الإنتاج السنوي ديال البيض ما بين 180 بيضة و200 بيضة سنويا. أما بالنسبة للحم فهاد السلالة معروفة بالوزن ديالها الخفيف. الوزن ديال الديك كيوصل ما بين كيلو ونص حتى لكيلو 900 غرام. أما الإناث فما كتعداش الوزن ديالهم كيلو ونص. وبالنسبة للعمر اللي كيقدر يعيش فيه هي من بين 5 سنوات إلى 8 سنوات. المرانزا الفرنسية مختلطة الغرض هي سلالة بياضة ولاحمة في نفس الوقت. الإنتاج السنوي ديالها من البيض كيوصل تقريبا 250 بيضة في المتوسط. أما الوزن ديك اللهم بارك كيوصل 4 كيلو. أما الإناث 3 كيلو. وهي سلالة فرنسية الأصل. اللون البيضة أحمر غامق. بالنسبة للإخوة اللي باغي يربي سلالة من هاد السلالات يتعمق مزيان ويشوف السلالة اللي مسلكاه ويتوكل على الله. واللي بغانا نتعمقوا في شي سلالة نتكلموا عليها في شي فيديو من الفيديوهات الجاية مرحبا. واللي عنده شي سؤال مرحبا. المهم إخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك وكومونتير زوين باش تشجعونا نكملوا، وشي متابعة باش يوصلكم الجديد. تهلاو.